حدوتة النهاردة يا أولادي شطار عن طالب كان طول عمره شاطر في المدرسة والمدرسة بتحبه وكل زمايله كمان بيحبوه. هو كان شاطر جدا وبيرجع البيت يقعد يفرح أهله باللي هو كان بيعمله. الأم كانت واخدة بالها من البيت وكانت بتحط لهم الأكل الحلو في البيت، والأب كمان كان مبسوط معاهم وكان بيعمل كل حاجة عشان يبقى معاهم. هو كان بيوصل طلبات لغاية المزارع وياخد فلوسها، بس للأسف المزرعة قالت احنا مش عايزين منك طلبات تاني. قال لهم طب أنا هعمل ايه في حياتي؟ قالوا له احنا ما نعرفش، انت حر، هتعمل اللي انت تقدر عليه. رجع البيت وقال لمراته اللي حصل وهي كانت زعلانة جدا. قالت له طب واحنا هنجيب أكل منين وهنعرف نعيش ازاي؟ قال لها ما اعرفش، هنحاول نعمل اللي نقدر عليه. تاني يوم المدرسة كانت طالعة من الولاد إن هم عندهم رحلة وعايزة فلوس الرحلة. رجع البيت قال لهم أنا رجعت، المدرسة طالبة مني فلوس الرحلة، هتقدر توفرها لي ولا لأ؟ الأب كان زعلان قوي إن هو مش قادر يوفر لابنه الفلوس. قعد يسأل مراته أعمل إيه دلوقتي؟ قرر إن هو يروح يستلف فلوس من الناس ياخدوا فلوس، بس في نفس الوقت هم مجرمين، يعني لما بيدوا فلوس بيدوها بالربا. وبعدين ادى الولد الفلوس ومشي. الولد راح المدرسة وكان مبسوط إن هو هيروح معاهم الرحلة، والأب قعد يدور على شغل في كل حتة، كل حتة يروح فيها ما يلاقيش شغل. رجع البيت وقال لمراته أنا مش عارف أعمل إيه، أنا مش عارف أجيب فلوس. بعدها بشوية جوله الناس اللي أخد منهم الفلوس وقالوا له يلا هات فلوسنا. معرفش يرد لهم فلوسهم، فطبعا اضطروا يضربوه. قالوا له هنرجع لك بعد شهر، لو ما جبتش الفلوس هتبقى عندك مشكلة كبيرة. حكى لمراته القصة وهي ما بقتش عارفة تعمل ايه عشان تساعده. فلوسهم خلصت وهي مش لاقية شغل. راحت السوبر ماركت عشان تاخد أكل، بس قالت لهم أنا معيش فلوس ومش عارفة أعمل ايه. مدير السوبر ماركت قال لها ولا يهمك خالص، انتي خليها علينا المرة دي، انتوا زبايننا من زمان. وصلها لغاية البيت بنفسه. هي كانت مبسوطة إن هي قادرة توفر لهم أكل وتحط لهم على الترابيزة الأكل اللي هما بيحبوه. وهم رجعوا البيت قال لها انت جبتي الفلوس منين؟ قالت له انا اتصرفت متقلقش. راح الولد كان مبسوط والأب كان مبسوط وهم كانوا قاعدين بياكلوا كلهم مع بعض، قاعدين يتفرجوا على التلفزيون ما عندهمش أي مشاكل. بس الأم كانت عارفة إن مدير المطعم هيسألها إن هو يخرج معاها. هي وافقت إن هي تخرج معاه عشان هم مشغولين كمان قاعدين بيتفرجوا على التلفزيون. هي كانت نفسها تساعد أسرتها فخرجت شوية معاه. قال لها ايه رأيك ما تيجي نخرج نروح حتة نشرب حاجة؟ قعدوا خارجين طول النهار وراحوا وشربوا وأكلوا، وكانت عايشة عيشة مبسوطة. هي كانت عايزة إن هي تاخد بالها من أسرتها، بس في نفس الوقت هي كانت مبسوطة بالخروج مع الراجل ده. وراحت ونقت هدوم ولبست الهدوم اللي لقيتها. هي كان بقالها كتير ما جابتش هدوم جديدة. الأب التلفزيون خلص وقال لها انت مامتك راحت فين؟ قال له معرفش هي اتأخرت شوية. طيب خلاص يلا ننام احنا. دخلوا ناموا ونسيوا ان الأم مش موجودة. الأم تاني يوم بتزعق للراجل بتقوله ازاي يجيلك نوم وانا برا البيت؟ هو انت مش عاجبك ان انا مش موجودة؟ طيب انا هسيب لك البيت وامشي. وراحت واخدة حاجتها وماشية. في الوقت ده الولد كان راجع البيت. قال لهم انت ازاي تسيبينا وتمشي؟ ارجوك يا امي خليكي معانا. طبعا الام كانت زعلانه ان هي سايبه ابنها، بس هي مش لاقيه حاجه تانية تعملها. الاب قال له بص بقى انا وانت هنعيش لوحدنا، وانت لازم تفضل شاطر في المدرسه لان انا مش هقدر ادفع لك مصاريف اكتر من كده. خرج بقى مامته قالت له انا وانت وحشتني قوي، بس خد الفلوس دي عشان تصرف عليك انت وباباك، مالكش دعوه بيا، انا هبقى بعيد عنكم بس دايما هبقى واخده بالي منك. وهي طول الوقت كانت بتبص على ابنها من بعيد وبتطمن عليه كل شويه، لغاية لما الأب قال لها امشي بعيد وما تبصيش علينا تاني. وراح طاردها بعيد عن البيت حتى ما تبصش على ابنها. راح حصل لها حادثة وهي سرحانة وماتت. الراجل اللي خبطها سابها ومشي بسرعة. وهما الأب والابن الأب ما كانش موجود مع كل أسف. صاحب السوبر ماركت اللي كان بيحبها وابنها هما اللي كانوا موجودين. الأب قاعد في البيت ولا فارقة معاه. لغاية لما جوله الناس تاني بعد شهر قالوا له انت جبت الفلوس ولا لسه؟ الأب كان خايف جدا. كسر عليه باب البيت وقالوا له يا تدينا الفلوس يا تدينا البيت. والراجل طبعا ما كانش عنده حل غير ان هو يديهم البيت. هو مستسلم ليهم جدا لان هو معهوش شغل ومعهوش فلوس. الواد لما رجع لهم قال له بص يا ابني احنا لازم نبيع البيت، هو ده الحل الوحيد. باع البيت واداهم الفلوس. وهو وابنه اضطروا يعيشوا في الشارع بقية حياتهم. الابن كان زعلان جدا من ابوه، وكل ده بسبب الرحلة اللي هو كان عايز يطلعها.